المغرب خير من هذوك باسكو لي جون طرافاي. صح الكافير 600 هذوك الناس تخدم رضوان، الناس يخدموا ماشي راقدين، قال حنا لازم نلحقوهم ونفوتوهم. صح هاد الناس لي جون طرافاي حتى ولينا عيينا نشوفوا توجور لا ميم شوز، وحنا الشعب علاش هو سيبورتير علاش مقلقين؟ راهم يشوفوا بريسك لي مام. صح كاين 7 ولا 8 ولا مش عارف من 2019 وما يلعبوا قبل ولا قبل ماندي من 2015. ومن بعد نشوفوهم كانوا ملاح سي بيان، ومن بعد روندمون طق طق طق، ومن بعد هادو ما كانش الحبطه كاع، ما كانش البديل، يفو كاين البديل. وقتاش نشوفوا هاد لي جوار اللي جابهم الدراري هادو، باسكو هادوما كي يلعبوا نقولوا بروشان ماتش يلعب كالكوزان ونشوفوهم ويلعبوا مليح، والجزائر تكاليفيا كوب دي موند. قلت لكم سي بور نو سي سافا اتر اون بريباراسيون لا كوب دي موند. 14 او 16 او 17 توجور لي ميم اللي يلعبوا. كنا نتكلموها من قبل صح بلي ليكيب ناسيونال تكون مليحه يا ينوساتور اللي تقعد يا سيدي تلعب، بصح في سيرتان بوست بدلوا سي لي غارديان دو بيت لي زاريلاتور ميليو لعب باش ديكوفري الاخرين وتعطيهم كانا الوقت يلعبوا اي اون ميم طون تعطيهم لا كونفيونس باش كي يدخل يلعب في ليكيب ناسيونال او عارف غير يدخل او عارف واش يدير. حنايا من وقت مانيش عارف من زمان الزمان صح عارف مش من الزمان هنا وهنا. انت قلت لنا عليه انت قلت لنا عليه من 1914 من هنا وهنا قعدوا دخلوا خرجوا. ان شاء الله نشوفوا هاد لي جوار والجيري. الحاجه الاولى يفو با كون احنا رانا نحلوا. المنتخب المغربي يسيطر على عرش الكرة العالمية في ترتيب الفيفا، يعني في موقع الفيفا هي الرائدة. لا يهمنا كثيرا هذا ترتيب الفيفا، لأني صراحة ولا مرة فهمت المعايير الدقيقة التي تعتمد عليها الفيفا من أجل وضع هذه التصنيفات. تنقيط لمباريات سواء كانت ودية أو رسمية، ولكن ترتيب أمين مهم، لأنه أعلم في أحيان كثيرة يتم الاعتماد عليه في ترتيب المجموعات، في وضعك على رأس مجموعة معينة. أعلم أنه مهم، لكن الأهم منه هو أن المنتخب الوطني الجزائري على أرض الواقع تحسن كثيرا، أداؤه تطور، نتائجه جيدة، متأهل لكأس إفريقيا 2025، يقترب إن شاء الله من التأهل لمونديال 2026. هذا هو ما يهمني في الوقت الحالي. أما هذا التصنيف فصراحة لا يهمني كثيرا. هل هذا الترتيب يعكس مستوى المنتخب حاليا؟ لا صراحة نستحق مرتبة أفضل. نستحق مرتبة أفضل، ولكن قلت لك بما أنهم يعتمدون على معايير وتنقيط لم أفهمه إلى غاية الآن.